كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ويعود عليكم الأيام بالخير والسعادة واليمن والبركات. ان كل سنة وانتم طيبين ودايما منورين معايا، ونعمل مع بعض أحلى كحك وأحلى بسكوت. طبعا أنا طالعة عشان أقولك عشان تعملي كحك لازم تعمليه بدقيق كويس، عشان يديكي نتيجة كويسة وسمنة كويسة وزبدة كويسة. يبقى لازم لما نجيب حاجة الحلوة هتطلع حاجة حلوة ومن ايدك، عشان حرام نكلف المقادير وتبص على شوية ملح. يبقى انا جاية النهاردة اقولك هنشتري ايه علشان تستنيني في فيديو بكرة هنعمل ازاي الكحك والبسكوت والبيتي فور والغريبة والسابليه وشوية قراقيش كده عشان نفطر بيهم بقى الصبح. النهارده بقى جايبالك عرض حلو قوي من سنبلة الفرات. سنبلة الفرات عامله لنا دقيق 5 كيلو بكام بقى؟ 5 كيلو. والمفروض الدقيق اي دقيق، انا مش بشترط عليك انك تجيبي سنبلة الفرات، لا انا بقولك هاتي اي دقيق يكون مرسوم عليه الكحك والبسكوت. لازم يكون الدقيق بتاعك مخصص للحلويات، فانا هستخدم سنبلة الفرات. تمام كده؟ وكحك يعني ريحة كحك لازم تجيبي دول بكام؟ ب10 جنيه. جبتهم من عند العطار. انا ماشية معاكي واحدة واحدة وخطوة خطوة عشان تعملي احلى كحك يطلع من ايدك حلو. تمام كده؟ يبقى جبنا الدقيق يكون مخصص للكحك والبسكوت، وجبنا ريحة الكحك، ودي اختياري، يعني انت عايزة تحطي ريحة كحك بس هتخلي الكحك بتاعك في حتة تانية خالص. وجبنا سمسم محمص وخميرة وبيكنج باودر. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا هنجيب ايه مع بعض. دولت جايباهم من عند العطار ب20 جنيه. يبقى هاتي من عند العطار ب20 جنيه او من اي سوبر ماركت قولي له عايزه ب20 جنيه سمسم محمص. يبقى دقيق وسمنه كويسه، اي نوع بقى انت تختاريه، بس لازم تكون السمنه حلوه قوي عشان تبقى طعم الكحك كده من ايدك الحلوين، ريحته حلوه ويكون دايب ويبقى طعمه خطير، وكل اللي يدوق منك يقولك تسلم ايدك. وهنجيب كمان لبن بودرة. يبقى اهم حاجة كمان اللبن البودرة. ليه هنستخدمه في ايه؟ هتعرفوا معانا في الوصفات اللي احنا هنعملها هنستخدمه ازاي ومعياره قد ايه ومقداره قد ايه. واللولي بتاعنا علشان نعمل بيه الغريبة، وطبعا تقدري تعمليها سادة من غير لولي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا جايبة الحبة دول ب20 جنيه من عند العطار. وهنجيب سكر بودرة، ولو عندك سكر عادي اطحنيه في المطحنة واطحنيه ويبقى سكر بودرة، ماشي؟ عشان نوفر على نفسنا المجهود ونبقى مجهزين حاجتنا ونعمل مع بعض المقادير وتبقى كل حاجتنا موجودة، منفضلش رايحين جايين على السوبر ماركت. وجبنا شوكولاتة، هاتيها بلبن ما تجيبهاش سادة، هتديكي طعم حلو قوي للتزيين بتاع البيتي فور. هاتي وايت شوكليت وهاتي دارك شوكليت، هاتي الاتنين مع بعض علشان نعمل بيهم احلى بيتي فور. وهاتي شوية بقى عين جمل عشان نعمل شوية كحك كده بعين الجمل، او نعمل العجمية. ما انا هعملك كمان الكحك سادة وهعملهولك محشي بالعجمية وسادة، واللي انت تحبيه اعمليه. بتستخدمي زبدة ايه يا هبة؟ بستخدم فرن، وزي ما قلت لكم انا مش بعمل دعاية، انا بقول لكم بستخدم ايه. طب يا هبة لو مش عندي فرن، عايزه استخدم نيوزيلندي، هاتي نيوزيلندي. عايزه اعمل ميكس بين الفرن وبين نيوزيلندي اعملي، بس النيوزيلندي بقت الكيلو منها ب600 جنيه، فانا بوفر عليكي وبقولك هاتي قالب فرن عشان نعمل احلى بسكوت واحلى بيتي فور واحلى سابليه بالطعم الريحه الحلوه جدا. طب ينفع اعمله بسمنه؟ ينفع، لو سمنه عندك حلوه اعملي بيها. ولو بتحبي الحشوات بالملبن او بالعجوة اللي تحبيه، انا جبت بالملبن وهوريكي ازاي نعمل الملبن ويطلع معاكي طري وما ينشفش جوه الكحكاية، عشان كل كحكاية ليها حكاية مع هبة ابراهيم. وبس كده، هاتي مقاديرك وهاتي حاجتك واستنوني في فيديوهات جاية كتير مع وصفات العيد وبتكات ومقادير مظبوطة 100. تعالوا بقى اشوفكم في وصفاتنا، وما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. باي باي.